صباح الخير ويسعد أوقاتكم مستمعي إذاعة صوت الحرية. حلقة جديدة اليوم من برنامج غير حياتي، وبهالحلقة اليوم ضيفة جديدة، بل أنا حبيت سمي ضيوفي أبطال، فمعنا اليوم كمان بطلة جديدة رح تخبرنا تجربة واسعة عن حياتها من الطفولة لحد هلأ. بحب رحب فيكم بهالحلقة. أنا سوسن أبو كروم، رح رافقكم تقريبا على مدى ساعة، وبرافقني على هندسة الصوت الزميل غازي سراج. ضيفتنا اليوم الفنانة أو الرسامة التشكيلية مها أبو شقرة. أهلا وسهلا فيك مها بغير حياتي. مها ما رح أقدم ولا رح أعرف عنك كتير، رح أترك المستمعين والمشاهدين عبر الفيسبوك يتعرفوا عليك أكتر ويشوفوا مين مها. أنا بحب أعرف عنك بصاحبة الابتسامة النقية، هيدي بالنسبة لإلي أهم شيء بشوفه فيك بالظاهر فقط. لكن أنت مها رسامة وأيضا متخصصة بالعلاج بالفن والارت ثيرابي، أو مثل ما بتحب تسميه اكسبرسيف ارت، وعم بتحضري كمان هلأ دكتوراه بالارت ثيرابي. فأنا بتمنى لك التوفيق كمان برسالتك. واليوم مثل ما اتفقنا رح تخبرينا عن مراحل متعددة بحياتك. فأول شيء شوي هيك خبرينا عنك، هيك مين مها هلأ؟ ميرسي. أهلا وسهلا. كثير سوسن لأنك أنت رافقتيني كمان بأشياء. بس لو ممكن تقربي شوي على الميكرو. أوكي. رافقتيني يعني أنا بمرحلة كانت كتير مهمة، هي بكورونا، وحكينا وقتها عن المراحل اللي أنا مريت فيها. نعم. فأنا هلأ بدي أحكي من القلب للقلب مثل العادة. هلأ كل إنسان بيمر بحالات. نعم. أحيانا لأنه بيكون صغير ومنه عارف ومنه فهمان القصة بيكون عم يرفضها. نعم. بيمشي بالحياة وهو مش فهمان ليش عم بيصير معه هيك، ليه عم تتكرر أي شيء عم يتكرر عنده، لبعدين ليبلش ينتبه. نعم. فأنا اللي صار عندي إنه أنا صار في عندي حالة من الفقد. كانت يعني إنه منا سهلة. نعم. مها لو بدي أقطعك من الأول هيك نبلش فيك، قبل ما تصير الحالة مها كيف كانت عايشة قبل الطفولة اللي قبل؟ شو بتتذكري منها؟ هذا بدي أحكي عنه. هلا أنا بهيدي الفترة يلي اشتغلت، إنه كنت عم بشتغل على حالي، بيقولوا طاقيا لأنك أنت عندك طاقة وطاقة فرح، فأنت لا تروحي لهيدي الحالة اللي بتوجع. أوكي رح ناخدها هلا بطريقة ثانية. أوكي أنا عم بتعرف يعني صار معي شيء، صار في موت. أوكي وأنا بقول هلا اللي ما بيقبل الحياة ما بيقبل الموت، واللي ما بيقبل الموت ما بيقبل الحياة. أوكي بما أنك كنت صغيرة وماني فهمانة الأشياء منيح، حسيت إنه إنه أنا انكذب علي، إنه أنا حتى لو خوفا، فحسيت إنه كان في شيء صار وانكسر وما بقى أنا في أكون عم رمم. طب خلينا نمشي حبة حبة. قبل ما يصير هالحدث، مها كانت عايشة حياة طفولة عادية؟ بتتذكري انك كنت مبسوطة بحياتك بشكل عادي مثل اي طفل ثاني؟ لا، كان في عندي ألم ما، لأنه كانت الماما هي المسؤولة وقتها. تكون كمان يعني انه الام هي المسؤولة الوحيدة، يعني بتكون عم بتحس حالها انه بتعديش تحسي انه بعاطفتها هي كتير جياشة عم تعطيها، لانه هي عم تاخذ دورين، عم تاخذ دور الام، ولانها بتخاف على اولادها بتصير حتى دور الام ودور الاب قساوي شوي، لانه نعتبر انه لازم تكون قاسية حتى هي تكون عم تدافع عن اولادها تربي. مظبوط. فكنت شوف انه كان في شيء مش كتير طبيعي، وخاصة لانه انا كمان عندي خي صغير كان الله يخلي لي الله يخلي لك يا رب. فكمان كنت حس لانه هي كانت كمان تخاف عليه نعم. كتير، فكانت تحس بنوع انه انا يعني لازم اكون رغم صغر سني انه انا مسؤولة.
نعم. فكنت حس بهيدا الشيء. فأنا مش رح ركز كتير على الوجع، أنا رح ركز على الوجع بطريقة قد يعمل لي حالة مهمة. نعم. أول شيء أنا كنت أرسم من أنت وصغيرة، من أنا وصغيرة، وهيدا اللي خلاني. وأنا هلأ كتير كون عم بدعي كل عن جد يعني إنه كل الناس يكونوا عم بيعبروا عن مشاعرهم مثل ما بنكون عم ندون، يكونوا عم يرسموا، يجيبوا الألوان، لأنه الألوان بتغير الحياة. حتى في خلايا بتعود عم تتجدد. نعبر عن حالنا وما منخاف، ما نخاف أبدا، لأنه أنا دايما بقولها إنه بلغتنا الأساسية هي نحن بنكون عم نعبر يعني بالبنتور، بالألوان، بالخطوط. فهي السبب، هي لغتنا يعني قبل ما نحكي وقبل ما نكتب. فأنا كمان كان عندي مشكلة بالحكي، كان هيدا إذا بدك شوي ما كان مفتوح من هون، ما كانت مفتوحة هاي. نعم. لأنه وقتا نحن نكون، لأنه كمان إجا شغلة وفهمتها، بس نكون عم نكذب عن حالة معينة، حتى إذا بدنا ندافع عن حدا، هيدي المنطقة بتسكر العيش يعني. تنفتح. فلازم نفتحها، لازم نخبر، بس ما نركز دايما على الوجع، نركز شو عمل الحالة اللي هي نعم. كثير. خلينا نحكي قبل ما نتعمق، لأنه ما بس نفوت بهالموضوع ما نقدر نطلع منه. خبرينا بالضبط شو صار معك وقديه كان عمرك؟ أنا كان عمري 7 سنين، بس عرفت إنه بيي اللي مخبرتني ماما إنه مسافر، وأنا عم بنتظره وبدي استقبله بفستان لونه عموف، هو مع الموجود. اوكي، فانا حسيت مثل واحد بينكسر، وحسيت انه مش عم برجع اكون عم بعرف كيف رمم حالي، كيف ارجع اقوم. فاغضبت، كانت والغضب كتير على فكره منه منيح. لازم نفهم على فكره ونطلع هذا الشيء، دائما نكون عم ننتبه كيف هيدا الغضب ممكن نكون عم نبكي، ممكن نكون عم نصرخ، بس كمان نكون عم ندوره لحالة مهمة. طيب، يعني انت كان عمرك 7 سنين اكتشفت انه والدك متوفي قبل وما كانوا مخبرينك، حماية يمكن لحتى خيك كمان ما كان معه خبر اصلا. كمان ما كان معه خبر. هي الخبر بحد ذاته كان صدمة. يعني حتى مخبرتيني كيف عرفتي بطريقة غير مباشرة. كنت عم بلعب. فاعتبر يعني حتى كمان في كلمة كانت كمان هيدي كمان بتأثر. لازم كمان كنا عم ننتبه شو بينحكى. لأنه الكلمة إنه بتصير دومينو وبتأثر جدا. أنا شو قالوا لك؟ هبلة صدقتي. يعني كمان هاي بالحياة صرت دايما اتفاجأ إنه أنا ممكن مثلا يمرق أشياء ما انتبه لها، لأنه أنا ودجا انه انا هبله مثلا. بالاساس اليوم فقرتنا مع شو بتقول رولا هي عن الكلمه، فرح نحكي عن هذا الموضوع من بعد الفقره، قديش اهميه الكلمه. ما قال لك حدا من بيقربوك الاولاد انه انت هبله بعدك ما بتعرفي او مش عارفه، هي بحد ذاتها يعني صدمه. انت صدقتي يمكن الفكره ومشيتي فيها. اكيد هالطفله معها عاشت مثل ما قلتي ضياع، عاشت ألم، عاشت عبرتي ما عبرتي بحس عن رأيك مع عواطفك؟ كنت أعبر أنا وعم برسم. فهيدا أنا كمان بعتبره كانت كتير شيء مهم، خلاني حتى أكون عم بقطع. وبعاطفة أمي كمان، يعني هي صحيح كانت عم تحميني، بس قد ما كان عندها قدرة إن هي ترجع تكفي الحياة وترجع تعلم وترجع، عطتني كمان هيدا المثال الحلو. بس في شغله كمان بعدين انتبهت لها، انه ليصير معك هيك ومش بالصدفه. مثل على فكره بيقولوا اليابانيين بس ينكسر شيء عندك جيب ماء ذهب وكون عم تلزقه لحتى تكون عم بتقول هول الجروح ما بدي اخفيها، بالعكس هي اللي خلتني اكون عم بوصل للحياه اللي انا هلا فيها. يعني غيرت القيمه، اعطيتيها قيمه بالضبط. غيرت اذا بدك المفهوم. انا بطلت عم توجعني، انا صرت عم اقول لها شكرا انك انت خليتيني كون عم بتقبلها لحتى اكون عم دورها، حتى اعمل حالي لإلي كثير مهمه. وحتى هلا كمان رح نجي بالحكي، انا بكل لحظه لانه نحن بيصير في عنا برمجيات بنصير بدون ما ننتبه، لأننا انوجعنا قبل
وكأنه نحن بتصير هي برمجة، بصير عنا شيء بدون ما ننتبه بصير. عرفت؟ فلازم ننتبه كيف حتى نتعاطى مع حالنا. طيب أنا دايما بسأل هيدا السؤال بالحلقة هي، إذا في حدا في عنده طفل هلأ قدامه وهالطفل تعرض لحادثة مشابهة للي أنت اللي مرقتي فيه بطفولتك، وهالطفل أكيد عم بيتألم لو حتى ما عم بيعبر ولا بأي طريقة، من خلال أنت تجربتك بهيدا الموضوع، من خلال الأحاسيس اللي عشتيها، شو بتنصحي هالطفل؟ شو بتنصحي الناس اللي حول الطفل اللي عم بيربوه إذا فقد خصوصي يعني أمه أو بيه؟ أول شيء هي تكون عم تتقبل ظرف الوضع، لا تكون عم تتقبل حتى الولد، لأنه نحن بدون ما نوعى بنحس كأنه هيدا الولد صار مثل عبء أهلنا، لأنه نحن عم نوجعه كيف بدنا نربيه ونصير خايفانين. أول شيء بدنا نكون عم نتقبل. وهلا أنا على طول يعني إنه حتى عم بشتغل حتى بالورك شوب بنجي كمان بنحكي إن أول شيء تقبل، خذ نفس. ليه بناخذ نفس؟ لانك انت عم بتفوتي ترجعي هيدي الروح الجديده او هيدا الهواء الجديد، عم بتنقي ومن جوا عم بتطلعي هيدا الشيء عم يوجعك، وتقبل اي شيء بيكون مع عندك لحتى تكون عم بتطوره. فالولد اول شيء بدنا نكون عم نسمعه، عم نحكي معه، حتى اذا صرخ ما بنقول له ما بتصرخ ما تبكي، لا ابكي، حتى لو كان صبي لازم ننتبه على الموضوع. صبي وبنت وغلط نقول له انه انت رجال قوي، لا لازم يعبر، لازم يطلع هيدا الشيء جواته، وبعدين يخبر عنا، يحكي عنا ليش هو موجوع، ونكون عم نسمعه. لانه كمان انه بتكون الام عم تشتغل وعم تركض وما معها وقت، اوكي، بتصير تقول له انه اوكي يعني انه بعدين بنحكي، او اللي عنده لانه اللي بيصير عندهم هيك حالات ممكن يبطلوا فيهم يحكوا، صح، لانها بتسكر هاي المنطقه، بنصير انه عجل خلص انه اوكي انا عندي شغل، لا مش عندك شغل، بدك تسمعه لانك انت ما جبته على هاي الدنيا، حتى لو جبته وهو التجربة لإلك ولإله، وخاصة لأنه الولد من هو ببطن أمه بتجاربه بيكون عم ياخد الأشياء اللي هي حاسة فيها، حتى المشاعر، حتى بتكون عم تعالج حالها هي. طيب الأم. الولد لكان أول شيء لازم نسمح له يحكي، نعطيه وقت ونخصص له وقت، مش نقول له مثلك مثل غيرك، مثل ما غيرك قطع أنت بتقطع. بس هون عندي كمان سؤال، في ناس نعرفهم كتير بالحياة بضلن بيصيروا هن كبار وبضلوا يقولوا ما أنا لما كنت صغير مات بيي أنا وصغير أو ماتت أمي، بعيشوا بهالجرح وبيتصرفوا على أساسه كل حياتهم. يعني أكيد ما حدا حينسى أهله، خصوصي إذا فقدهم هو وصغير. فهول الناس اللي بعدهم علقانين بهالدائرة. عن موضوع كتير مهم. أنا كرمال هيك كنت بطلت ركز حتى على الفيسبوك وبموعد مثلا يلي توفت الوالدة، كنت دايما حط صح فينا نعملها بطريقه ثانيه، لانه نحن ما نسيناها، نحن هي صارت يعني ببعد ثاني، اوكي، هي بتضل معنا، هي بترفقنا، هي بتعطينا القوه، صح. هي حتى بالذاكره يلي مثلا انا بتذكر امي، لانه امي كان يعني انه صار عندها كونسير وكمان عانت، وكمان كنت تقول انه ليه ما كانت تقول انه هي عم تتوجع، اوكي، فهاو كمان علموني انا كيف اتعاطى مع اي حدا انه حتى بيكون عم ينوجع، وهودي الاشياء كمان كون عم دورها هاي المشاعر لحتى تعلمني اكثر انا اكون حتى مع حالي ماني قاسي، ما لطيفه مع نفسك، ما اعتبر حالي انه انا ضحيه كمان. هو كثير بدنا ننتبه عليهم، ما يكون كمان عندي انا توقعات اكثر من لا، على قد بشتغل شوي وما بطلع يعني بس بدي اتطور او بس بدي اتغير، ما بنط نعم، او بقول ليش انا مش عم بقدر، اوكي شوي على حالنا، شوي فبنكون عم نوصل انه نكون عم نفهم حالنا ونفهم الاخرين، لانه يلي بيكون قاسي مع حاله بيكون حتى مع الاخرين بيكون عم يحكم، بيكون عم يطلب منه اكثر توقعات. لأن اهم شغله حبوا حالكم. نعم، حتى هول عم تحكيهم كلهم بيساعدوا بهيدا الحاله تحبي حالك. نحن بنفكرها انانيه وانت اولويه،
طبعا انت اولويه، لان بس تحبي حالك فيك تحبي الاخرين. بس تكوني عم تتصرفي مع حالك بهدوء وبحب، كمان بتصيري كمان عم تتصرفي مع الاخرين، ما تحكمي عليهم، ما تحطي توقعات اكثر، ما تعملي منيح كرمال يردولك المنيح. انت لانك كفايه من جوا، انت عندك الحب، انت اعطيه، فبس تعطيه هو بيردلك بدون ما تكوني انت عم تتوقعي اكثر وعم تتألمي وعم تحطي شكوك. بس تتصالحي مع ذاتك بتبلشي تكتشفي شو بيصير عم يردلك. طيب حتى يعني مشاعر الألم وغيرها، يعني أنا هيدا اللي كنت حابة أسألك، إنه مشاعر الألم اللي نحن بنعيشها قديش الأشياء اللي أنت عم تعمليها، إن كان الارت ثيرابي أو الرسم، قد ايه بتوجهي الناس إنه لو حتى كانوا كبار بالعمر إنه يروحوا لصوب علاجات من هالنوع؟ طبعا لأنه مندور الشعور. يعني نحن كل فكرة بتطلع هون بتكون هي عم تحمل مشاعر، ما نخاف منها، ما نبعدها، نبلش ندورها هي شو عم تضرب وين على اي مكان ازعجنا. لانه بس يموت الباقي نحن بدون ما ننتبه وكانه زعل منا وفال. يعني عم بخلينا نحس انه نحن في عنا حب منه كامل، منه لا. يعني نحن عنا شيء بدنا نرجع، يعني انه ننتبه انه نرجع نحط اذا بدك هيدا انه في ايمان بذاتنا ونحن بنعبيه حتى بعلاقتنا مع ربنا. لانه هيدي العلاقه يلي انت مش عم تطلبي من الاخر، مش عم تطلبي من برا، انت مش عم تطلبي من الناس، لانك اذا عم تطلبي هي في حاجه ما بتجيك. بينما اذا انت تصالحتي مع حالك وحبيتي حالك بتصيري تحسيها انه انت اصلا مكتفيه، ما بدك شيء من برا واعطيني. يعني لحتى اوضحها اكثر للناس اللي مش كتير متعمقين بهيدا المجال. يمكن عم تحكي على ليفل عاليه معها، خلينا كمان نوضح للناس اللي مش كتير فايتين بمجال اذا بدك الوعي او هيدا الموضوع. يعني اذا انا عايش حالي من الالم او الوجع، وخصوصا اذا كان فقدان، يعني فقد الاهل، أنا بدي إيماني بذاتي وإيماني بربنا رح يخليني أقول إنه هالحب هو يمكن توقف من هالشخص كجسد، إنما هو بعده موجود. يمكن ما بعرف، نحن بنحس أهلنا موجودين معنا لو حتى مش موجودين. واصلا حبنا لذاتنا وحبنا وايماننا بخلينا مكتفين، هيك قصدك انه بخلينا مكتفين وما ننطر، ما نكون بحاجه للمحبه اللي كانت اوريدي موجوده من الاهل. نحن اللي بنقول عنها انه انا فقدت، انا ما عندي محبه ذاتي، محبه زايده. اوكي، فانا اللي بعمله انا بقول هي موجوده المحبه، وفقدت لحتى انا اكون اكثر عم بعطيها لحالي، اكثر عم حسها، اكثر عم مثلا حتى بالمعرفه، حتى يعني انه انا اكون عم فكر بحالي وعم بهتم بحالي. مش انا بيكون حضوري ووجودي وقيمتي اذا انا كنت يعني انه عم ضحي وعم بفني حالي، مثل ما بيقولوا انه انا مثل الشمعه يلي بتضوي وبتفني حالها وبتضحي بحالها لانه حتى تاخذها من برا. لا، تاخذها من هي من جوا باكتفاء. يعني انا بكون عم اقول انا عم بعطي لانه مقتنعه بانه انا بس اعطي بكون عم باخذ. هاي العلاقه كثير مهمه، لانه في رساله ساعتها بتصيري انت وعم تعطي مبسوطه انت وعم تعطيها. عظيم. يعني هون عم تحكي عن المحبة اللي نحن لا مشروطة، واللي هالمحبة اللي نحن بتكفينا، يعني محبتنا لذاتنا وللآخرين. نحن بنعيش مكتفيين وبنقدر نتعامل مع أي وجع أو فقدان لأي محبة جاية من الخارج أو حب جاي. هيك وصلتها مزبوطة؟ تمام. منيحة. طيب مها، ساعدتي كتير أشخاص، كتير أطفال، نشاطات اسم الله عليك حركة ما بتهدى، للصغار للكبار، معارض. مها شو بتحسي يعني من خلال هالاشياء اللي بتعمليها، من خلال هالنشاطات، شو بتشعري، شو بتحسي؟ هيك نحب نعرف عن هذا الموضوع. رح أقول لك شغلة. نعم. وما بخفي عليك، أنا كنت بس إجي لأي مطرح كان جواتي، لأنه بيكون أحيانا هو الحب، اللي إنه أنت بحاجة لحب، حس حالي إنه أنا بعدني مش كفاية. لهالسبب قلت إنه أنت بس تيجي على مكان، هلا
في ناس كثير بيقولوا انه انا بس اجي بحس لي اول مره بعدني عم بحكي، ولاول مره انا عم بعطي افكار، ولاول نعم. مره انه انا عم بهتم بحالي. انا بقول وثق بحالك كومبليتلي، امن بحالك كومبليتلي، واعطيه بصدق وبحب، واكيد رح يرجع لك. لانه بس تحكي مع ولد انت عم تتذكري حالك كولد، بس تعطيه هيدا الحب وهيدا الطاقه، وتقولي له فعلا انت عبر عن حالك وفهم مشاعرك وما ترفضها، عم ترجعي تحكي مع حالك بس تفوتي على اي مكان. انا هلا عندك ومعك واشتغلت عليها انا وجاي لعندك، انا باخد نفس دايما لحتى طبعاً. ارجع فوت بالجو اللي انا، لانه ممكن انا عندي ذاكره بعدها بتروح للخوف عندي. صح. فانا كيف برجع بغيرها؟ بيكون عندي حب، بس انا اكون حابه اكون عم بعطي، ما بعود بنتبه، ما بعود اذا بدك مش بنتبه، عم ركز على انه انا عندي خوف اني اكون عم بعطي، لانه انا صادقه بهاي المحبه، انا عم بعطيها بصدق. حتى مع الكبار انا هلا عندي ورك شوب، بلشنا ننتبه انك انت بس تحكي او بس تبكي او بس تضعفي، هيدا بالعكس عم بيقلك، عم بيشرلك انتبهي انت شو عندك. كرمال هيك نحن بصير في عنا امراض، كرمال هيك بنصير عم نوجع، لانه بنتركها تفوت ونقول خليها ورا ظهرنا. لا. نعم. قديش مهم الأطفال من هن وصغار نعرفهم على هيدا الشيء، وأنت اشتغلت كتير مع أطفال